أهلا بيكم يا جماعة. بشكل عام إحنا كلنا بدون استثناء في احتمالين معانا، إما إن أنت تكون بطل لقصة حياتك، أو إنك تكون متابع وتابع لقصة حياة شخص آخر هو البطل. تاني، ممكن أنت كشخص احتمال في حاجة من الاحتمالين، مفيش احتمال تالت. إما إنك أنت تكون بطل لقصة حياتك، قصة حياتك، أنت الهيرو والبطل، أنت العنصر الأساسي في قصة حياتك وأنت المحور، والباقي هم في الطرف او في التماس بتاعت الدايره. او انك انت تكون مجرد مشاهد ومتابع وتابع لبطل اخر. والعجيب جدا انك تلاقي البطل ده في النهايه بطل مين؟ بطل مثلا لعيب كوره، او مغني، او ممثل، او حتى يوتيوبر او صانع محتوى. بس انا ما اقصدش صناع محتوى الهادف. فرق هنا بين المحتوى الهادف والمحتوى السلبي، او محتوى التافه، او محتوى اللي مش بيبني الانسان. المحتوى الهادف ده لازم يكونوا ابطال طبعا. اصحاب المحتوى الهادف دول ابطال المجتمع المفروض يعني. ولكن ما علينا. المهم انت قدامك خيارين، اما انك انت تكون بطل لقصه حياتك، او ما تكونش بطل لقصه حياتك ويكون شخص اخر هو البطل، مغني، ممثل. وانت واكبر دلاله يعني الموضوع يدل على، لو دل على شيء، انما يدل على انك انت حياتك قمه قمه قمة في الملل. حياتك مملة، حياتك مفيهاش إثارة. فأنت عايز تبص على حياة آخرين، حياة الناس الممثلين والمغنيين ولاعيبة الكورة، بتحس بالإثارة في حياتهم. بتحس إن هما لما تتفرج على بطولة كرة قدم، أو تتفرج على مسلسل أو فيلم، تحس إن هو دخل في بطولة. ده إيه ده حياته مثيرة قوي، وهكذا. دليل إن حياتك مش مثيرة. طيب، لو احنا اتفلسفنا وفكرنا بطريقه فلسفيه منطقيه كده، وقرينا التاريخ، ودخلنا في التاريخ قريناه وتعلمنا من دروس التاريخ، هنلاقي هنا ان الحضاره الاغريقيه هي حضاره عظيمه جدا. الحضاره دي في الاساس حضاره ديمقراطيه. يعني ايه ديمقراطيه؟ هي اول حضاره في التاريخ تنشئ مصطلح الديمقراطيه وتطبقه على ارض الواقع. اصبحت الديمقراطيه تطبيقا على ارض الواقع حقيقه، عن طريق الانتخاب، ولا اختيار النواب، مجلس النواب، واختيار الرئيس او اختيار الامبراطور الى اخره. نفس بالظبط اللي بيحصل في الايام دي في الديمقراطيه اللي موجوده حاليا، سواء بقى الديمقراطيه الغربيه او الديمقراطيه الامريكيه. المهم فالشعب الاغريقي امتاز بان هو شعب، هو محور، كل واحد فيهم هو بطل قصه حياته. ده اللي بقولك عليه، ان هو كل واحد فيهم كل واحد فيهم الصوت بتاعه مؤثر. صوته مؤثر في الانتخابات، اختيار الملك او اختيار الامبراطور او الحاكم. طيب، مع مرور الوقت اصبحت البطوله، مع مرور الوقت، مع دخول بقى الحضاره الرومانيه على انقاض وعلى احتلال وعلى انقاض الحضاره الاغريقيه، اصبح البطل تحول من المقاتل تحول الى الشخص الذي، بمعنى صح، تحول إلى الشخص الذي تحكى حكاياته. يا ده كان في مقاتل زمان كان بيعمل كذا، كان بيقاتل بقوة، كان عنده جسارة وشجاعة، كان عنده عضلات، كن تحولت البطولة من بطولة حقيقية على أرض الواقع إلى بطولة حكاواتية. يعني حكايات، أصبحت أساطير معنى أصح. فعندي الأسطورة فلان الفلاني، وأسطورة الفارس الفلاني الفلاني، وأسطورة العالم، أو في علماء مثلا أو مفكرين أو فلاسفة أو كده، وأسطورة. أصبحت البطولة بطولة رمزية، ترميز. جميل. فالحضارة الرومانية بقى، كان فلسفة الإمبراطور الروماني تقوم على إعطاء الشعب الروماني حاجتين: بريد أند سيركس. اديله عيش وخبز يعني، واديله سيرك، اللي هو زي اللي بيحصل معانا في ارض الواقع دلوقتي. الهي الشعب الحاجتين دول: اكل العيش
ترفيه، حط بقى أغاني، مسلسلات، أفلام، ماتشات كورة إلى آخره. دي نقطة مهمة جدا. فأصبح بهذا الوضع المواطن الروماني أصبح ما أصبحش هو البطل، هو مش بطل قصة حياته فعليا. البطل هو انعكاسه هو الشخصية اللي هو يريد أن يكونها. هو مش قادر يكون الشخصية دي، فقرر إن هو يكون البطل بتاعه قصة، حاجة في خياله، أو حاجة متجسدة قدامه، بس هو متقمص دورها أو هو بيشجعها. ده في علم النفس وعلم الأعصاب بقى. تفسير علم النفس وعلم الأعصاب إيه؟ بيقول لك في علم الأعصاب إن في حاجة في مخنا في خلايا في المخ اسمها ميرور سيلز، أو خلايا المرآتية، اللي بتقول لك إن بشكل عام فعلك للشيء، لو أنت بتعمل حاجة معينة وأديت فيها بشكل بطولي، ركز على كلمة بطولي، يعني هيرو، أنت لو كنت هيرو في حاجة معينة مخك هيكافئك، وهيكافئك بنفس الأسلوب لو أنت شفت حد عمل نفس الحاجة دي، نفس المكافأة بالظبط. لو أنت عملت الحاجة دي أو حد غيرك عملها قدامك وأنت شفته، هنا مخك هيكافئك نفس المكافأة بالظبط. ليه؟ بسبب الخلايا المرآتية، الميرور سيلز. عشان كده يا صديقي، خليك بطل قصة حياتك. بشكل عام الإنسان خلق لكي يكون بطل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الشاهد هنا إني جاعل في الأرض خليفة. وصف سيدنا آدم بأنه خليفة، وبالتبعية كل أبناء جنسه من الصالحين طبعا. فأنت خليفة الله في الأرض، المفروض تكون البطل الحقيقي. بس